قاعد محتار انت وعمال تفكر، مش عارف تاخد قرار. طب ما تجرب تخلي القلب يسوق والفرامل بتاعتك في العقل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا دع ما يريبك الى ما لا يريبك. معناه ايه الكلام ده؟ معناه اللي قلبك يطمئن له كمل فيه واسعى فيه، واللي قلبك بس تحس بشك من ناحيته او يتقبض منه ابعد عنه. خلي قلبك دايما يشاركك في قرارك، هو صاحب القرار الاول. لان العقل دايما بتاتي قوته في تلقي العلوم، مش قوته في وزن الامور. لا، انت بتاخد القرار بقلبك وتكمل فيه، دايما ربنا يكتب لك الخير فيه. وحطها دايما قاعده في حياتك، حتى لو خدت خطوه وبعد كده تراجعت عن الخطوه وحسيت براحه من جواك، اعرف ان الخطوه دي ما كانتش خير ليك. ربنا دايما بيختار لنا الخير، بيختار لنا الافضل. فخلي دايما قلبك هو المتحكم الاول في اختياراتك، لان القلب هو الملك زي ما قلنا قبل كده. ظبط امورك وخد قرارك وما تسيبش الدنيا تلعب بيك يمين وشمال. العقل فرامل والقلب صاحب القرار الاول والاخير. مساء الفل يا صديقي.